عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون، يعني يونس عليهما الصلاة والسلام، دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له. رواه الترمذي بسند جيد. وهذا الدعاء، دعاء يونس عليه الصلاة والسلام، يبتدئ أولا بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، وهي أعظم كلمة، وهي التي لأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. ثم بعد ذلك يأتي تنزيه الله عز وجل وتسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك. ثم يأتي بعد ذلك اعتراف العبد بالذنب والخطأ: إني كنت من الظالمين، أي بوقوعي في الذنب والمعصية. فهذا دعاء عظيم. ولهذا لما ذكر الله تعالى هذا الدعاء عن يونس قال عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني من دعا بهذا الدعاء ووقع في غم نجاه الله تعالى من الغم كما نجى يونس. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون لم يدع بها مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم عندما تدعو الله عز وجل أن تبدأ بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك، تجعله في مقدمة دعائك، فإنه يستحب للمسلم إذا دعا الله تعالى أن يبدأ بحمد الله وتمجيده ثم الصلاة على رسوله ثم يدعو. فينبغي أن يكون مع تمجيد الله عز وجل والثناء عليه دعوة ذي النون، أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يكررها، فإن هذا من أسباب قضاء حاجتك وإجابة دعائك.